بطاطا مع دجاج بالفرن من أسهل وأطيب الأكلات بتتبيلة بتشهي. يلا نبلش ونقول بسم الله. أول شي بالخلاط رح أحضر التتبيلة، رح أضيف كوب من اللبن ومعلقة ملح ومعلقة كاري ومعلقة بابريكا حلوة ونصف معلقة فلفل أسود ومعلقة دبس بندورة ومعلقة دبس فليفلة، وآخر شي رح أضيف كوب من زيت الزيتون. وهلأ رح أخلطهم مع بعض كتير منيح. هاي التتبيلة دائما بعتمدها بخلطات الدجاج قد ما بتشهي. عندي كيليين من فخاد الدجاج، نقعتن بمي وملح وخل وليمون وغسلتن منيح. جرحتن شوي بالسكين حتى تفوت التتبيلة لقلب الدجاج. حغطيهم واتركهم بالبراد لتاني يوم. وإذا كنتوا مستعجلين وبدكن تعملوها بنفس اليوم بتقدروا تتركوها بالبراد لمدة ساعتين. وهلأ بصينية الفرن حطيت ورقة زبدة ورح أضيف البطاطا فوقها والبصل. انتو فيكن تضيفوا مثلي أو إذا بتحبوا بس البطاطا كمان ممكن، بس البصل والثوم ما تستغنوا عنهم لأنه مو طيبة صينية الدجاج بدون الثوم والبصل. أنا ضفت كمان الفليفلة والجزر. وآخر شي قشرت راس توم بدون ما أقطعه أو أهرسه رح أضيفه على صينية البطاطا. وآخر شي حضيف من نفس التتبيلة اللي جهزتها للدجاج. وهلأ بعد ما مر يوم كامل عالدجاج بالبراد، صدقوني يا جماعة الريحة بتاخد العقل وبتشهي. جربوها وأنا متأكدة رح تعتمدوها دائما بخلطات الدجاج. وآخر شي رح ضيف عليها زيت الزيتون، كتروا شوي لأنه رح تطلع منغنغة وطيبة أكتر. وآخر شي رح غطيها بورق الزبدة وفوقها السلوفان وعالفرن لمدة ساعة لساعة ونص حسب كل فرن. وهلأ بعد ما أخدت ساعة كاملة بالفرن رح طالعها وضيف عليها الحمض والثوم ورجعها على الفرن حتى يتحمر الوش. وهيك صارت جاهزة معي أطيب صينية دجاج مع البطاطا. وصحتين وألف هنا، سلام.